من ارض كنعان الى التتش، 6 فلسطينيين سبقوا وسام ابو علي في الاهلي. نجح النادي الاهلي في التعاقد بشكل رسمي مع وسام ابو علي المهاجم الدنماركي ذو الاصول الفلسطينيه. نبدا باللاعب مروان كنفاني، حارس المرمى كنفاني من اوائل الفلسطينيين اللي لعبوا للاهلي وانضم للفريق في فتره الستينات. وبرضه اللاعب الفلسطيني فؤاد ابو غيده، برضه انضم المدافع ابو غيده الى الاهلي في فتره الستينات، ولكن بسبب حرب حزيران عام 1967 اعتزل اللعب. كمان رمزي صالح، يعتبر حارس المرمى رمزي صالح من ابرز المحترفين الفلسطينيين في مصر، وكان انضم للاهلي في 2008 الى 2010. والفلسطيني محمد سماره، بدا لاعب الوسط الفلسطيني سماره مسيرته في قطاع الناشئين بالاهلي وده في بدايه الالفينات. كمان المهاجم عماد ايوب، واللي كان مواليد مدينه حلوان في القاهره، في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي برضه في فتره الالفينات. وكمان محمود السلمي، لاعب صانع العاب نادي الشجاعيه للاهلي اواخر 2018، واللي كان ملقب بميسي فلسطين. ودلوقتي جت دور على وسام ابو علي علشان يبدا رحلته ويكتب التاريخ مع الاهلي، وكل الجماهير حط عليه امال كبيره جدا علشان يحل ازمه الهجوم في النادي. نجوم لم تحقق كاس افريقيا في مسيرتها، كلها ايام قليله وتنطلق بطوله افريقيا 2024. ومن عجائب البطوله دي يا اخي ان في نجوم كبيره على المستوى العالمي مش بس افريقي استعصت عليهم وما حققوهاش. هبدا معاك بلاعب فاز بالكره الذهبيه، انت متخيل؟ وما فازش ببطوله افريقيا، وهو اللايبيري جورج وايا. كمان المهاجم الايفواري المخضرم جديد ركبه ما حققهاش برضه. والمغربي الموهوب اشرف حكيمي من ريال مدريد لانتر ميلان لبروسيا لباريس سان جيرمان، واستعصت عليه برضه الاميره السمراء. عندك برضه اسطوره الزمالك الجميل حسن شحاته. هتصدقني لو قلت لك ان حسن شحاته توج ببطوله افريقيا 3 مرات، ولكن كمدرب للفراعنه، واستعصت عليه البطوله وهو لاعب وما حققهاش ولا مره. وكمان المدرب السنغالي اليو سيسي حقق البطوله وهو مدرب مع منتخب السنغال وما قدرش يحققها وهو لاعب. وكمان برضه شرحهم المدرب الجزائري جمال بالماضي حقق برضه البطوله مع منتخب الجزائر ولم يحققها وهو لاعب. كمان اللاعب النيجيري المتالق وافضل لاعب في افريقيا النسخه دي فيكتور اوسيمين نجم نابولي الايطالي لسه ما حققش بطوله افريقيا. ونختم بقى بافضل لاعب عربي في التاريخ من وجهه نظري، وهو محمد صلاح نجم الكره الانجليزيه، ووصل لنهائيين مع منتخب مصر ولسه ما حققش البطوله دي. فتفتكر يا ابو الكباتن من سيتوج ببطوله افريقيا 2024؟ اكبر نتيجه فوز بتاريخ مباريات كاس الافريقيه، اكبر نتيجه في تاريخ البطوله كانت 6-1، واللي اتكررت مرتين يا ابو الكباتن. هي النتيجه دي ما بتفكرش جماهير الزمالك بحاجه ولا ايه؟ انا اسف، انا هتشتم دلوقتي. منذ انطلاق النسخه الاولى من البطوله عام 1957 حتى الان، منتخب كوديفوار مستضيف البطوله اللي جايه اللي هي كمان كام يوم دي، تمكن من الفوز على حساب اثيوبيا بنتيجه 6-1 خلال نسخه عام 1970، واللي توج بيها المنتخب السوداني وقتها. كمان قدر منتخب بتسوانا من تحقيق الفوز على منتخب غينيا بنتيجه 6-1 في المباراه اللي جمعت بين المنتخبين في نسخه عام 2012، واللي فاز بالنسخه دي منتخب زامبيا. فاكتب لي يا ابو الكباتن توقعاتك، مين من المنتخبات العربيه قادر يتوج ببطوله كاس الافريقيه 2024؟ اكثر 5 انديه متابعه عبر انستجرام. نبدا بالمركز الخامس واللي جه فيه نادي يوفنتوس الايطالي ب 60 مليون متابع، وفي المركز الرابع هنلاقي مانشستر يونايتد الانجليزي ب 63 مليون متابع، وفي المركز الثالث بيجي باريس سان جيرمان الفرنسي ب 65 مليون متابع. اما في المركز الرابع فجال بلاو جرانا نادي برشلونه الاسباني ب 125 مليون متابع. واخيرا في المركز الاول فبيجي الميرينج العملاق ريال مدريد الاسباني ب 150 مليون متابع، ويعتل البلانكو الصداره.